الحدود في حد ذاتها تعبير أو مصطلح جديد في إن هو يتعلم أو إن حد يدرسه. لكن مش جديد في إن هو موجود. هو موجود، لكن ما كناش بنتكلم فيه كتير، وما كناش ما كانش في حد في الوطن العربي خالص بيعلم ازاي نرسم حدود. ليه؟ لأكتر من سبب الحقيقة. من ضمن الأسباب الأساسية هو الخوف من إنه المجتمع هيتقبل ده ولا مش هيتقبله. وبالتالي هبدأ أنا أشوف، أنا كنهى لما بدأت أفكر إن أنا أدرس رسم الحدود، كان عندي خوف داخلي إنه هل الستات نفسها مش بس الرجالة هتتقبل رسم الحدود ولا لأ. وحقيقي أنا بقالي حوالي سنتين ونص، داخلة دلوقتي على 3 سنين. في بدايات فكرة الحدود كان في ستات كتيرة شايفة إنه رسم الحدود من الحاجات الصعبة جدا، الحاجات اللي عمر ما حد هيقبل إن هو يسمع فكرة إن أنا أرسم حدود. فالموضوع كان بالنسبة لي أنا شخصيا، عارفة اللي بيحارب في حتة مش عارفين إذا كانت هتمشي ولا لأ. لكن اللي خلاني أكون متأكدة مليون في المية إنه في ناس محتاجة الحدود، في ناس محتاجة تفهم إزاي تقول لأ، في ناس محتاجة تعرف الرحلة دي شكلها إيه، في ناس محتاجة تفهم كويس قوي إنه إن أنا أرسم حدودي مش إن أنا أقول كلمة لأ بس، ولا إن أنا أقاطع الناس، ولا إن أنا ما أعملش أي حاجة لأي حد، ولا في الاتجاه التاني ان انا اقول انه لا خلاص يا جماعة، مش حد، مفيش حد هيقبل ده ومفيش حد هيتقبل الحدود. وحقيقي الفكرة في حاجة بسيطة جدا. الفكرة انه فكرة الحدود في حد ذاتها، آه، آم، لما بنيجي نتكلم فيها بيبقى فيها خوف، بيبقى فيها هيبة كده، انه ايه ده؟ انت عايزة ترسمي لي حدود؟ ايه ده؟ انتي عايزة تقوليلي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ فالموضوع هنا كان فيه مشكلة. المهم، فبناء على انه التجربة نجحت معايا انا شخصيا، لانه انا اشتغلت عليها على نفسي انا، كانت زيكم بالظبط، حدودي كلها متبهدلة ومهلهلة وواقعة كلها. ولما بدأت أمشي في سكة الحدود وبدأت أتعلمها وبدأت أتابع كوتش بره، هو أصلا باوندري كوتش اسمه هنري كلاود، فبدأت أفهم أساسيات العلم ده، بدأت أفهم إزاي ممكن نبدأ نرسم حدود. فالموضوع كان بالنسبة لنا ضخم جدا. أول ما بدأت في ده طبقته على نفسي أنا شخصيا، فحصل طفرة. ومش طفرة في انه انا رسمت حدود في علاقاتي، لا خالص. الطفرة حصلت لي في حياتي كلها، في كل جوانب حياتي. بقى في الجانب بتاع الشغل، انا بقيت عارفة اتعامل وبقيت بتطور بشكل سريع. في جانب العلاقات بقت الامور بالنسبة لي اسهل وايسر، وبقت طاقتي اللي انا كنت ببذلها على كمية العلاقات المتعبة اللي موجودة في حياتي عشان ارضي الناس دي كلها ومش عارفة ارضيها، كانت الموضوع بالنسبة لي صعب جدا. حصل طفرة فيها، حصل فيها راحة نفسية ما بيني وما بين علاقاتي اللي ما كانت موجودة، حصلت ما بيني وبين ولادي، حصلت ما بيني وبين زوجي. حياتي كلها نفسيا بقيت أهدى كتير، روحانيا بقيت أقرب من ربنا أكتر. ده كله بس أول ما فهمت معنى الحدود وطبقتها. وعشان كده كان لازم أبدأ أنشر العلم ده بشكل أو بآخر، وبقالي فترة بتكلم فيها وحبيت إن هي تكون منتشرة أكتر من كده. فعملت سلسلة المحاضرات دي عشان نبدأ نتكلم في أساسيات، مجرد أساسيات، لأنه أنت محتاجة تمشي في الرحلة دي عشان تفهميها كويس أوي. فالأساسيات دي، عارفين زي الطوبة اللي بتتحط، الأساس الأول اللي بيتحط في كل مبنى بالظبط، ده أساسيات الحدود، هي اللي احنا هنتكلم فيها مع كل واحدة من الويبينارز اللي موجودة. النهاردة هنتكلم عن 5 نصايح عشان تقدري تعبري عن اللي جواكي، وتتكلمي في العلاقات، وتتكلمي مع العلاقة التانية، وتقدري تقولي له اللي جواكي أو تقولي لها اللي جواكي. الفكرة هنا واحنا النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. هي فكرة ايه؟ فكرة انه ليه الحدود
هل أنا أقدر حدود معينة أو حدود تبقى مناسبة ليا أنا شخصيا، هيكون عندي حدود مناسبة ليا شخصيا ولا لأ؟ يعني أنا كنهى إيه أفضل حدود أنا ممكن أحطها ليا تتطبق في حياتي أنا؟ وهل حدودنا كلنا لازم تكون زي بعضها، ولا الحدود بتختلف من شخص للتاني بناء على احتياجاته هو، بناء على أساسيات حياته هو؟ الحقيقي انه دي حاجة من الحاجات المهمة جدا ان احنا نعرف ان حدودنا ما ينفعش تتطبق على بعض، وان كل واحدة لازم تعرف ايه هي الحدود المناسبة ليها، لانه كل واحدة فينا عندها اولويات وعندها value وعندها حياتها وعندها طبيعة أشخاص في الحياة بتاعتها بتختلف عن الشخص التاني. فأنا كنهى معايا غادة، معايا ياسمين، معايا هناء، معايا كل واحدة ليها حدود بتاعتها تخصها هي. عشان كده لما بنيجي بنتكلم في الكورس بتاع Shape Your Boundaries بخلي كل واحدة ترسم الحدود بتاعتها هي اللي ينفع تنطبق على حياتها، لأنه مش هينفع حدودي أنا تنطبق على حدود مثلا أمل نهائي. طيب، الحاجة التانية اللي احنا ممكن هنتكلم فيها فكرة الحدود. هل أنا أقدر أطبقها على حياتي وحياة الناس اللي حواليا، ولا مش هقدر أطبقها؟ يعني إن أنا أرسم حدود دي قابلة إن هي تتطبق، ولا احنا بس بنتكلم كلام وخلاص؟ ولا فكرة إن أنا يبقى عندي حدود موجودة أو مش موجودة في نطاق معين، هل أنا هقدر أعملها وأطبقها ولا لأ؟ فدي برضو حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا اللي محتاجة إن أنا أفهمها كويس أوي. تمام؟ طيب، في إيه كمان؟ في نقطة ليه أغلب السيدات، وبقول السيدات، بتفشل في إن هي تشيب الباوندريز بتاعتها. ليه أغلب السيدات بتفشل في إن هي ترسم حدودها؟ يعني من الحاجات الغريبة جدا جدا إنه إحنا لو جينا بصينا على حدودنا دلوقتي هتلاقي إنه أو على علاقاتنا دلوقتي هتلاقي إن العلاقات بتاعتنا أشبه ما يكون بمنعدمة، مش موجودة، ما هياش العلاقة اللي المفروض يكون اسمها علاقة نهائي. في حاجة مش مظبوطة في الكلام ده. فعشان كده بنقول إنه رسم الحدود بتعلي جودة العلاقة، مش بتقطع العلاقة. رسم الحدود بتعلي جودة العلاقات، مش بتقطع العلاقات يا جماعة. طيب، من ضمن الحاجات اللي برضو من اللي احنا هنتكلم عنها، او اللي هقول لكم ليه معظم الناس او معظم الستات بالذات ما بتقدرش تكمل حدود وما بتقدرش تعمل شيب مع زي اللي انتوا قلتوه ده كله بالظبط. وفوق منه في حاجات تانية عايزين نعرفها، وهي فكرة البريبير. يعني ايه اكون جاهزة؟ بجهز نفسي للرحلة، بجهز نفسي للسكة. رسم الحدود أو رحلة رسم الحدود زيها زي أي حاجة محتاجة تتفهم. محتاجة أعرف أنا هبدأ منين وهبدأ أمشي إزاي، وبعد ما أمشي إيه اللي هيحصل. دايما بقول الحتة دي، حياتك بعد رسم الحدود بتختلف تماما عن حياتك قبل رسم الحدود. وعشان كده محتاجة شوية حاجات تبقى معاكي هنقولها في الآخر عشان تقدري تكملي بيها الرحلة دي. تاني، لازم تكوني محضرة نفسك قبل رسم الحدود ايه اللي انت محتاجاه، وخلال مرحلة رسم الحدود ايه اللي انت هتحتاجيه، وبعد مرحلة رسم الحدود ايه اللي انت هتحتاجيه. كل مرحلة من المراحل دي محتاجة فعلا ان انت تكوني محضرة لها. فالستات، السيدات والبنات اللي بتقول انا هرسم حدود وهقول لا كده وخلاص، وهنعرف الطريقتين اللي هي ان احنا بناخدها بصفة عامة، الطريقتين دول بيوصلوا في الاخر لو انت مش محضرة مش هتعملي حاجة، مش هتقدري تكملي، مش هتقدري تكملي رسم حدود وتقدري تمشي فيها كويس. تمام؟ طيب، يلا بينا. احنا عندنا حاجتين اساسيتين بيبقى دايما معظم الستات محتاجة تفهمها وتعرفها، وهي دي اللي بتوقفها لما هي ما بتفهمهاش وما بتعرفهاش. تمام كده؟ اول حاجة بنبقى محتاجين نعرف ازاي ارسم حدود.
زمان، عشان كده بقول لكم الكلمة كانت موجودة لكن ما كانش حد بيدرسها لأن ما كانش حد بيقول ازاي. فكرة انه الحدود موجودة، كنا بنسمعها، نسمع يقولك ايه، ارسمي حدودك، قولي لا. ايوه يا جماعة، ازاي؟ ازاي وانا جوايا مشاعر متلخبطة؟ ازاي وانا جوايا وجع وصراع ما بين ان انا بحب الشخص اللي قدامي وان انا ما اقدرش استغنى عنه وان انا لازم ارسم له حدود؟ ازاي ارسم حدود وانا عاطفتي ناحية ولادي اكبر من ان انا ما بقاش بعمل الحاجة وهم لازم يعملوها فانا بقوم بعملها بدلهم؟ ازاي ارسم حدود من تدخل بابايا ومامتي في حياتي حتى بعد ما اتجوزت؟ بعد ما اتجوزت وبقيت ام واقدر اخد قراراتي وهما بيتدخلوا في حياتي وانا ما اقدرش اقول لهم لا لانه بر بالوالدين. ازاي؟ فكرة ازاي دي محتاجين ان احنا نفهمها كويس قوي. تاني حاجة، الستبس، الخطوات اللي بتاخديها. مهم جدا ان انت تمشي في الخطوات دي وتعرفيها كويس قوي خطوة خطوة وتبدأي تجربيها وتختبريها على حياتك. تالت حاجة، الرود ماب، الطريق اللي انت هتمشي فيه. كتير قوي بنقول لا، بيحصل، بنوصل عارفين لما بنبقى خلاص وصلنا لآخرنا وتلاقينا البالونة اللي انفجرت في وش الناس كلها وبنزعق ومش هعمل ومش هعمل ومش هعمل ومش هعمل، وكلها يوم اتنين الشاطرة فينا بتقعد أسبوع أسبوعين لما بتبقى جبارة قوي وترجع تاني زي ما كانت. سكتي رايحة فين؟ أنا مش ببقى عارفة أنا رايحة فين. اخر الطريق ده ايه يا جماعة؟ حقيقي بيبقى فيه سكة انا ما بقدرش اكملها الا اذا كنت فاهمة انا رايحة لحد فين، نقطتي اللي جاية دي انا هوصل فيها لحد فين. فدي لازم نفهمها كويس قوي. الخطوة التانية او الحاجة التانية اللي بتخلينا ما بنقدرش نكمل حدودنا للأسف، الخوف. ايوه الخوف. والخوف بقوله وانا واحدة من الناس كنت في الخوف ده. الخوف من حاجات كتيرة قوي يا جماعة. الخوف ان انا ابدا اصلا، والخوف ان انا ابدا وما اكملش لانه ده بيبقى وجع تاني، وده بيدينا رسائل لنفسنا ان احنا اضعف من ان احنا نرسم حدود. فالخوف، الخوف من عدم تقبل الناس اللي حوالينا لحدودنا وبالتالي لينا احنا. الخوف من رفض الناس لينا، رفض زوجي لحدودي، رفض شلتي ان هي تطلعني من وسطيها وما بقاش وسطيهم، الرفض ان انا اكون لوحدي، خوف ان انا ابقى وحيدة حتى وانا وسط الناس. الخوف من احساسي بالذنب، كتير قوي دي بتحصل. يعني اللي انا سألتها من شوية بتقول انا ما اقدرش اقول لحد لا عشان ما بحبش ازعل حد مني، برجع الوم نفسي. فالخوف من احساسي بالذنب بيخليني اقف ما كملش. فالخوف من العوامل المهمة جدا 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 في ان انا لازم اكون فاهمة انا لما اكون في رحلة رسم الحدود المفروض امشي اعمل ايه. لما اخاف في النقطة دي ايه الخطوة اللي انا المفروض اخدها؟ لما اخاف في الحتة دي ايه الخطوة اللي انا المفروض اعملها؟ فالخوف من الحاجات اللي بتوقف. يبقى حاجتين اساسيين، ان انا معرفش ازاي، ايه هي الخطوات وايه هو الطريق اللي انا ماشية فيه. تاني حاجة، الخوف، الفير، ان انا خايفة من احساس الذنب، خايفة من الرفض، خايفة من الوحدة، خايفة من ان انا اكون منبوذة في الاخر. ودي حاجة فعليا احنا كلنا بنحسها. فالخوف حقيقي من الحاجات اللي بتوقفنا كلنا. طيب، خليني اقول لكم على حاجة لطيفة وهي فكرة انه يا جماعة المعلومات عن العلاقات كتيرة جدا وممكن كلنا نبدأ نسمعها ونبدأ نعملها، بس فكرة كتر المعلومات أو بقى عندنا بيقولك كده ايه يعني دسامة في المعلومات و يعني تضخم كده في المعلومات، الأساس فيه هو التطبيق على حياتك. والأساس التاني فيه هو ان انت ما تاخديش اللي انت بتسمعيه كأمر مسلم. بمعنى زي ما قلت في الأول، ما ينطبق على نهى مش هينطبق على تسنيم، مش هينطبق على حنان، مش هينطبق على كله. فأنا لما نهى
تبدأ تتكلم عن الحدود وتقول أنا لازم أرسم كذا في المكان الفلاني، أنا محتاجة أطبقها على حياتي، وأبدأ أشوف هل الحدود دي أنا محتاجاها وهتطبق بالطريقة دي ولا لأ. ففكرة طريقة التطبيق نفسها دي بتبقى محتاجة حاجات كتيرة قوي، برضو هنتكلم عنها في الآخر. تمام. طيب، المقولة دي أنا بحبها قوي 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 لأقصى درجة. اسمعيها كده مني وشوفي. هقراها بالانجلش وبعدين هقولها بالعربي. ماشي. بيقولك stop disrespecting yourself by still accepting less than you deserve. يعني لو سمحتي وقفي ان انتي تقللي احترامك لنفسك بان انتي تفضلي تقبلي اقل مما تستحقي. تاني، من فضلك وقفي ان انتي تفضلي تقللي احترامك لنفسك. وشوفي هنا انا بقول انا اللي بقلل احترامي لنفسي بان انتي تفضلي تقبلي اللي انتي اقل مما تستحقي، لانه حقيقي انتي تستحقي الحياة اللي انتي بتحلمي بيها. والله يا جماعة أنا بكلمكم بجد، احنا كلنا كستات نستاهل الحياة اللي احنا بنحلم بيها. كل ما هنالك ان احنا محتاجين نتعب شوية. هتقولوا لي احنا بنتعب، انا عارفة ان احنا بنتعب. محتاجين نتعب شوية في الاتجاه الصح، مش في الاتجاه الغلط. تاني، النهاردة كنت بتكلم في فيديو حطيته على الصفحة عندي عن انه العطاء بزيادة ممكن يخلي، او الحنية بزيادة او الطيبة الزيادة ممكن تخلي جوزي يخني. ايوه، ممكن تخلي جوزي يخني. فانا ممكن اكون بتنازل لجوزي، بتنازل، بسامح بسامح، وانا من جوايا بتقطع، من جوايا بعمل عشان ان هو يفهم ان انا كده بحبه، لكن للأسف هو بيتمادى. فانا هنا بتعب، بس بتعب في الاتجاه الغلط. انا هنا بدي، بس بدي في الاتجاه الغلط. عشان كده بقول لو سمحتوا وقفوا ان انتوا تبطلوا تحترموا نفسكوا بان انتوا تقبلوا اقل مما انتوا تستحقوا. ممكن الكلمة دي تتبروز كده عندكم؟ ممكن، اكيد ممكن. طيب، النهاردة هنتكلم عن الطريقتين اللي احنا بناخدهم او ان احنا بنكون عليهم قبل رسم الحدود اصلا. تمام. ونبدأ نتكلم عن واحدة ازاي نبدأ نشتغل عليها. في طريقتين دايما دايما بنبدأ بيها لما بنيجي نقول نرسم الحدود، او في الكورس بتاع رسم الحدود shape your boundaries. بنعمل ايه؟ بنشوف كل واحدة هي في انهي مكان من المكانين دول. حلو. اول واحدة aggressive. ودايما بيجيلي واحدة تقولك ايه، انا الناس بتبعد عني من كتر ما انا بفضل اقول لا، وانا باخد حقي، وانا مش عارف ايه، وانا لساني ما محدش يقدر يغلبني، وانا وباخد حقي. طيب، ففكرة ان انا اكون aggressive او اكون متعصبة، او انا اكون بتكلم بصوت عالي، او لساني زي الفرائلة زي ما بنقول ما بنبطلش كلام، الكلمة بتلاحق الكلمة. فطبيعي في الحالة اللي زي دي ما بيبقاش في علاقات عندنا، والناس كلها بتبقى مش موجودة. خلاص بنحس ان احنا برضو وحيدين، بنحس ان احنا مفيش حد معانا. لو احتاجنا حد ما بنلاقيش حد من كتر ما احنا خلاص الدنيا بقت بالنسبة لنا أنا باخد حقي، وأنا كده برسم حدودي. هما متضايقين ليه؟ لا يلا هات بلا 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 بلا، وكلام ورا كلام ورا كلام. وفي الآخر أنا ببقى فعلا وحيدة، وعلاقاتي بتكون مش كويسة. تقولي أنا عندي مشكلة أساسية إنه أنا ما بعرفش أسكت، وبالتالي الناس كلها زعلانة مني، وبالتالي لما بحتاج حد ما بلاقيش حد. فهي ده اللي أنا بتكلم فيه. فكرة إن انتي فعلا تكوني عدوانية، فبتبدأي تاخدي حقك بشكل غلط. فبتاخدي حقك لكن بتغلطي. بتاخدي حقك وتعلي صوتك، لكن في الاخر انت اللي بتكوني غلطانة. زي ما بتقولوا بيغلطوكي. فهنا في مشكلة. طيب، النوع ده بيبقى لوحده. تمام. اللي هم الاجريسيف، الناس العدوانيين. الناس اللي اغلبنا بقى دي الطيوبة، اللي بتيجي على نفسها، اللي بتقعد في جنب، اللي بتسكت، اللي صوتها بيتخنق جواها،
اللي غضبها كله بيبقى من جوه وتفضل تلوم في نفسها انها سكتت لما حد هزقها. اللي بتعيط اول ما بيحصل موقف ما بتقدرش تمسك نفسها فبتفضل تعيط، لا هي اللي عارفة تسكت ولا هي اللي عارفة تتكلم، بتفضل دموعها تنزل. اللي لما حد بيغلط فيها بجد سواء كبير او صغير ما بتقدرش تقول حتى انا ما بحبش كده، بس مجرد انها تقول ما بحبش كده. الناس الكيوت بقى اللي احنا بنسميهم كيوت، لكن هم مش كيوت يا جماعة، معلش ما تزعلوش مني، هم مش كيوت، هم مش قادرين ياخدوا حقهم، هم ناس باسيف. باسيف يعني ناس سلبيين، بتسكت وتكتم الكلمة جواها والكلام يتحشر في زورها، فيبدأ يطلع تحس ان هي ضعيفة قوي، فتحس ان قلبها وجعها قوي، فتحس ان هي مظلومة قوي، فتبدأ تعيط وتفضل تعيط 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 لحد ما تحس انه. وبعدين واحدة سلبية هي مش كيوت يا جماعة، صعب كده، التعريف اللي بنتعرف بيه صعب، ده مش كيوت خالص. وعشان احنا بنتعرف على انه ده كيوت، احنا بنفضل وحابين ان احنا نفضل في الحتة دي. التعريف هنا صعب يا جماعة، تعريف غلط. احنا هنا ناس باسف، سلبيين، ما بناخدش اكشن، ما بناخدش اي خطوة. والناس السلبيين دول اسمحوني ما هماش كيوت خالص. الكيوت ضعيفة، صح، مش كيوت. الكيوت هي ان انتي تعرفي ازاي تقولي اه او لا، تعرفي تعبري عن اللي جواكي، تعرفي تاخدي حقك، مش زي الاجريسيف، لا، هتاخدي حقك بحرفنة، بالراحة، بترسمي حدودك وبتاخدي حقك بالراحة. دي شخصية كيوت، دي شخصية لو احنا كلنا شفناها حقيقي هتبقى بنبصلها بانبهار كده، اللي هو ازاي بتردي بكل أريحية قوي كده، والموضوع بالنسبة لك في أمل. طبعا طبعا في أمل، طبعا 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 في أمل. خدوا بالكم، الموضوع مهم جدا. الباسيف وهي الشخص السلبي مش كيوت، عشان خاطري يا جماعة بلاش تقولوا كيوت عشان خاطري، تمام؟ طيب، الناس الباسيف دي احنا بنسميها الافايدنت بيرسونز، الناس اللي هم انطوائيين. والناس الانطوائيين هم الاشخاص بصوا بقى نبدأ كده عشان هنبدأ في التقيل. بصراحة احنا بنتكلم النهاردة على انه الجزئية اللي احنا فيها دلوقتي هو ان احنا الاشخاص الانطوائيين دول، اغلبنا هنا الاشخاص الانطوائيين. يعني لو قلت اكتبوا مثلا رقم 2 هلاقي ناس كتيرة قوي بتلاقيها رقم 2. السلبية والعصبية ممكن يجوا مع بعض، لأن احنا بنفضل سلبيين 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 لحد ما بنيجي نتعصب مرة واحدة، فالسلبية مع العصبية بتيجي مفيش مشكلة. طيب، الأول أنا لازم أعرف أنا فين وأنا ليه في المكان ده. فبما إن أنا بتكلم على إن احنا معظمنا النهاردة في الباسيف أو الافويدنت بيرسون، خلينا بقى نفهم شوية الباسيف دول بيعملوا ايه، أو ليه أنا أساسا بقيت شخص كده. انا شخص باسف لانه انا ببقى خايفة من الرفض، بترفض من الناس اللي حواليا، وجودي وسط الناس ببقى حاسة ان انا مش محبوبة وسط الناس دي، الناس دي مش حاسة ان وجودي ليه قيمة، فوجودي زي عدمه. تمام. آه، هقولك في ناس انطوائيين واجتماعيين. مش اجتماعيين، هم بيحبوا يكونوا وسط الناس عشان يكونوا وسطيهم، مش عشان. بصوا يا جماعة، حتى هنا في معنى تاني للاجتماعي. الاجتماعي مش ان انا اكون وسط ناس وبس، الاجتماعي ان انا اكون وسط ناس بشكل فعال، ومش بشكل فعال اكتر من اللزوم، لا، بشكل فعال بالطريقة المتوازنة. يعني لما يكون عندي المقدرة ان انا اعمل حاجة هعملها، وكمان لما يكون عندي ما عنديش المقدرة هقول لا. الناس الانطوائيين ما بتقولش لا. ليه؟ لان هي بتخاف من الرفض، تم رفضها من صغرها في حاجات معينة في تربيتها،
فخلتها تحس انه باباها ومامتها ممكن يزعلوا منها لو رفضت، وده اللي احنا معظمنا اتربينا عليه اساسا. بقينا بنحس ان انا لازم اعمل ده عشان ماما تكون مبسوطة، يا اما هترفضني ومش هتحبني. والاحساس ده كبر معايا، فبقيت حتى لما بدأت اروح المدرسة ببقى وسط صحابي حاسة ان انا لازم اعمل زي ما هم بيعملوا، او اروح المكان اللي هم بيروحوا فيه عشان ما احسش ان انا وحيدة. وفي نفس الوقت لما بفضل في الاتجاه ده شوية بيحصل نوع من ان انا بزهق وبتعب فبنطوي، او بيحصل نوع من التصادمات وبيبدأوا مثلا يهينوني او يتريقوا عليا او يتفقوا عليا، فبالتالي يطلعوني من الشلة، فبالتالي في الاخر بنطوي بقول انا مش عايزة ناس وتعبت من الناس وحصل لي كتير رغم ان انا اديت، ففي الاخر مش عايزة، خلاص انا مش محتاجة ده. فكون ان انا اكون avoidant في المرحلة اللي انا فيها دي، هي الفكرة الاساسية انه انا جوايا اعتقاد ان الناس دي مش هتتقبلني، انه الناس دي مش بتحبني. وبالتالي تعالي نشوف 5 حاجات مفروض ان احنا نعرفها عن الناس الافويدنت، و5 حاجات هنعرفها برضو عشان نتعالج او نبدأ نعالج نفسنا منها، وبالتالي نبدأ نظبط حياتنا وناخد ستيب لرسم الحدود. تمام؟ ايه ال5 حاجات اللي انا المفروض انا كواحدة avoidant او واحدة سلبية passive بتبقى موجود فيها؟ وبالتالي انا لما بكون passive يا جماعة انا ما بعرفش اتكلم، ما بعرفش اعبر، بخاف ان انا اعبر، بخاف اقول اللي جوايا. ليه؟ اولا بتفهم غلط، تاني حاجة بفضل ابرر، تالت حاجة بحس ان الناس ما بتفهمش كلامي. تاني، ما بعرفش اقول اللي جوايا، بفضل ابرر، بحس ان الناس ما تفهمش كلامي، فبريح دماغي واقول ان انا مش هتكلم اصلا. حد حس الاحساس ده قبل كده؟ طيب تعالوا نشوف ال5 اللي احنا المفروض نعملها، او المفروض ان انا كواحدة باسف او واحدة سلبية، حياتي ماشية عاملة ازاي في الحتة دي، وازاي طبيعة الحياة وطبيعة تفكيري انا بفكر ازاي. انا كواحدة في حالة دلوقتي مش راسمة طبعا حدودي، وبيتم التعدي على حدودي بشكل قوي، ومش عارفة أعمل إيه ومش عارفة أرسم الحدود. فتعالي نشوف كده إيه اللي إحنا بنفكر فيه وإزاي نبدأ نظبط الدنيا دي كلها. رقم 1، أنا بيكون السلف وورث بتاعي قليل قوي. يعني إيه لو سيلف وورث؟ دايما بحس إن أنا مستحقش. وركزوا في الحتة دي يا جماعة كويس قوي. فكرة إن أنا مستحقش أنا ما بقولهاش كده، لأ، أنا بسمح للناس اللي قدامي ان هي تتعامل معايا بالشكل ده. انا بسمح للناس اللي قدامي ان هي تتعامل معايا بشكل وحش، بسمح لهم ان هم يهينوني او يزعقوا فيا قدام الناس، او يوصلوا عني كلام مش صح. ايا كان التركيبة بتكون، بس انا بسمح بده. ولما تيجي تسألي نفسك او واحد تسألك انت ليه عملتي كده، احيانا ردك بتقولي ما اعرفش، مش عارفة أنا ليه سكت، مش عارفة أنا ليه ما اتكلمتش، مش عارفة أنا ليه ما قلتش اللي أنا المفروض أقوله. رغم إن أنا لما برجع البيت بفضل ألوم في نفسي، وأفضل عارفين من جوانا بنحس بإيه. عايزة أقولك كلمة بس مش قادرة أقولها، انتي ازاي كده يعني؟ ازاي وصلتي مش عارفة أقولها بصراحة، مش قادرة أقولها. بس ازاي وصلتي للدرجة القليلة قوي دي في ان انتي تسمحي للناس ان انتي يهنوكي بالشكل ده وانتي قاعده ساكته؟ ومش بس قاعده ساكته، احنا يا جماعه في بعض الاحيان بنضحك عشان نداري. تخيلوا احنا وصلنا لحد فين. بنضحك عشان نداري، عشان نداري وجعنا، فبنضحك عشان نداري انه ما يقولوش علينا ان احنا زعلنا، عشان يمكن يزعلوا، فما ينفعش، بسكت، فبضحك، فبتوجع اكتر من جوه. احساس ده احساس ان انت تسكتي، ده سيلف وورث قليل، يعني انا مستحقش. واحيانا كتير على فكرة اللي اتربينا عليه، احمدي ربنا انت احسن من غيرك،
احمدي واشكري ربنا اللي انت فيه مفيش حد فيه. على فكرة الفكرة دي يعني هادمة لكل أنواع العلاقات، هادمة لكل أنواع العلاقات. تمام. فكرة انه احمدي ربنا اللي انت فيه مش عند حد، في بعض الحياة، بس ليه ما يكونش حياتي كلها كويس؟ ليه ما تكونش كده؟ ليه افضل اقول خليني اعدي ده، خليني اعدي ده، وخليني لما اعدي بمزاجي يا جماعة. خليني لما اعدي فعلا وانا شايفة انه حقيقي انا محتاجة اعدي. معلش، هو عمل لي حاجة فليه رصيد عندي، فانا بعديها المرة دي. هي ليها عندي رصيد فانا بعديها المرة دي. ولما تهني هقول لها ان انا بعديها لك عشان انتي ليكي غلاوة عندي، لكن ما تكرريهاش تاني. ليه؟ لان انا بحترم نفسي، انا شايفة ان استاهل اكتر من كده. تمام. هنوصل لها، هنوصل لها باذن الله. هي مالها ضربت كلها مرة واحدة كده؟ تمام. الحاجة التانية، من جوانا احساس ال unwanted، ان احنا محدش محتاجنا، محدش عايزنا، محدش بيحبنا. احنا كده بنحس ان احنا منبوذين. تمام. الناس الباسيف بتحس بكده، بتحس انها منبوذة محدش عايزها. ليه؟ لانهم لو خرجوا من غيري الخروجة بتبقى كويسة، لو ضحكوا من غيري وانبسطوا برضو بيبقى عادي وانا مش موجودة. فبالتالي بيوصلني احساس ان انا محدش عايزني. تمام. الحاجة التانية، او محدش بيحبني، ان انا هترفض يا جماعة من الناس التانية. لو عملت حاجة ممكن يرفضوني، فقلته احسن. وجودي زي عدمه، فقلته احسن. انا محتاجة ان هم يعاملوني بشكل احسن من كده، بس مش هقدر اروح اقول لهم، فقلته احسن. فبتلاقيني مرة في مرة في مرة في مرة بنسحب، كل شوية بنسحب. تمام. الحاجة التانية او الرابعة، هنا بقى فكرة انه انا الشخص الوحش، مش اللي انا عملته هو اللي وحش. يعني كلنا بنغلط يا جماعة. الناس الباسيف لما بتغلط بتقول انا وحشة. لما بتروح تقول لحد لأ، زي ما احنا كلنا دلوقتي لما بنيجي نقول لأ بنقول انا بحس ان انا وحشة، انا بحس ان انا بقيت شخصية مش كويسة. فهنا فكرة انه انا وحشة، مش التصرف اللي انا عملته هو اللي غلط. وفي فرق بين ان انا اللي وحشة وما بين التصرف هو اللي وحش. انا ما بفصلش، ما بقولش التصرف اللي وحش، بقول انا اللي وحشة، ما استاهلش. فبالتالي خليني بعيد احسن، عشان ما اغلطش. عشان لو غلطت هيأذوني، وعشان لو اذوني ولا هانوني انا مش هعرف ارد. وانا بغلط كتير بصراحة، فخلاص ممكن تكوني بتغلطيش كتير بس انتي شايفة انك بتغلطي كتير. تمام. الحاجة الخامسة، انا يهمني جدا وقوي وخالص هما بيقولوا عليا ايه. هما بيقولوا عليا ايه. فكرة انه يهمني كلام الناس عني هتخليني اوقف كلام، مش هرد ومش هاخد حقي. ودي حاجة مهمة جدا، انه طول ما انا شايفة انه ان هما يتكلموا عني بشكل حلو ده بالنسبة لي مهم جدا، انا مش هقدر اتكلم. طيب هل ان انت تتكلمي كلام الناس عنك، وان احنا نبقى people pleaser، انه ان احنا نرضي الناس في كل حاجة، فعشان كده انا مش بحب الناس تتكلم عني فهفضل ارضيهم ارضيهم ارضيهم؟ احنا قاعدين دي دلوقتي، احنا في الوقت ده في الحياة دي دلوقتي، هل فادتنا في حاجة؟ طب بلاش. هل لما بنعمل اللي الناس بيعملوه برضو ما بيتكلموش عننا؟ طيب لما انا ببقى عارفة ان هما مهما عملت هما برضو بيتكلموا، فايه اللي بيخليني ما بتكلمش؟ محتاجين نفكر يا جماعة، حقيقي محتاجين نفكر ان احنا اهم من ان احنا نفكر. لانه احنا مهما ادينا هما هيفضلوا اللي هما بيعملوه، فانا هنا ما بكسبش حاجة، انا بخسر نفسي شوية بشوية. فده اغلبنا في النقطة دي. وليه انا بحطها وبقولها لكم؟ والله يا جماعة مش عشان اوجعكم، حقيقي مش عشان اوجعكم، لكن مهم ان انت تعرفي انت فين دلوقتي،
عشان لما تعرفي انت فين دلوقتي تعرفي تتصرفي بعد كده، تعرفي انت ليه اصلا دلوقتي بيحصل ده. تمام. فدي مهمة جدا جدا. انا لما اعرف انا فين هعرف انا اللي بيحصل ده بيحصل لي ليه. دول الخمس حاجات الاولانية اللي احنا محتاجين ان احنا نفهمها، ومحتاجين ان احنا نمشي فيها كويس قوي. وكل مرة ابدأي اقفي وقولي هل انا بعمل ده عشان انا حاسة ان هما مش بيحبوني، ولا انا شايفة ان انا مستاهلش اكتر من كده. يعني اصل انت مش هتيجي تقولي ايه انا شايفة ان انا مستاهلش اكتر من كده، لا انت هتيجي تقولي ايه، لا ما هو يعني انا احسن برضو من غيري. اه ما انت احسن من غيرك، بس انت ممكن تبقي احسن من كده لان في ناس احسن منك، مش عشان هم عندهم اكتر منك، لا، عشان هم عارفين يتعاملوا احسن من كده، عشان هم شايفين هم ما ينفعش حد يتعامل معاهم احسن من كده. فانت ممكن تتعاملي، ممكن تفهمي، ممكن تتدربي، ممكن تدرسي، ممكن تتعلمي، ممكن حاجات كتيرة قوي. لو الناس رفضتني، انا خايفة من رفض الناس، طب هل الرفض ده مفيد ليا ولا مش مفيد ليا؟ يعني لو الشخص ده رفض التصرف اللي انا عملته، التصرف اللي انا عملته ده فادني انا شخصيا ولا لا؟ لو فادني يبقى انا كده كسبانة، فرفضه ليا انا برضو كسبانة سواء رفض او ما رفضش. لانه يا جماعة احيانا احنا بنخاف من رفض الناس، فبنسيبهم يهينونا او يتعدوا علينا وعلى حقوقنا وعلى حرياتنا وعلى حدودنا عشان ما يزعلوش، فببقى انا خسرانة في كلا الحالتين لان هم برضو بيزعلوا وانا بخسر نفسي. لكن لو حصل ان انا خدت واتكلمت وحطيت الحدود بتاعتي فهم رفضوني، انا كده كسبانة، كسبانة نفسي وكسبانة حدودي. تمام. بالهداوة كده يا جماعة، احنا مش وحشين، احنا بنغلط زينا زي اي حد، احنا بشر. وكمان بلاش ندور على كلام الناس عننا. لو جيتي تفكري انا بعملش ده ليه، هتقولي عشان الناس ما تقولش عليا كده. ودايما في مثل دايما بقوله، فكرة انه الحدود اللي انا بحطها مع ولادي في اغلب الاحيان، في اغلب الاحيان ببقى بعمل لولادي مش عشان انا بحبهم، لا 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 لا، بعمل لولادي عشان خاطر انا خايفة من كلام الناس لا يقولوا عليا ولادي بقوا فشل عشان انا ام مش كويسة. في ناس كتيرة قوي تحت مظلة بتتنازل عن حاجات كتير عن حدودها، وهي اللي بتتنازل بكامل إرادتها وبتحطها تحت الدين وعشان ربنا وعشان نسيت إنه ربنا دايما بيقول المقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو مقدرتك إن انت تستحملي الإهانة دي كلها يبقى خلاص، اوكي، يبقى دي مقدرتك. لكن لو انتي اصلا مش قادرة تستحملي يبقى صدقيني هتحاسبي عن ده. خلينا نفهم الدين صح، لانه الحدود اصلها دين. الحدود ذكرت في القرآن في كل آيات العلاقات، ربنا نزل حدوده اللي تخصه في القرآن، فالحدود مهمة. تمام. تمام. تعالي نروح بعد كده على الخمسة التانيين، ايه رأيكم؟ تعالوا. اللي يخليكي تبدأي تعالجي ده هو ان انت بأمانة shape your boundaries. كلمة واحدة، قولا واحدا، لو فضلتوا تتنططوا قدامي هقولكوا ده shape your boundaries. لازم تتعلمي الحدود. سواء بقى دخلتي معايا الكورس بتاع shape your boundaries، الكورس ده بعلمك فيه من الأول للآخر، بنمشي مع بعض خطوة خطوة، كل حاجة بتبقي عايزة تعرفيها عن الحدود بنمشي فيها خطوة خطوة. بتعرفي امتى ترسمي الحدود دي، وايه هي انواع الحدود اللي انتي عايزاها، لازم تتعلمي كل ده. لازم تعرفي كل علاقة محتاجة اي نوع من انواع الحدود دي، وتبدأي ترسميها امتى وفين، وامتى توقفي رسم الحدود في العلاقة دي وترخيها شوية، وامتى تبدأي تكمليه. كل ده احنا بنعرفه في Shape Your Boundaries. طيب، ما دخلتيش معايا الكورس بتاع Shape Your Boundaries واسمعي الفيديوهات اللي انا بعملها على الصفحة، برضو هتتعلمي واقري وافهمي عن الحدود كتير جدا. تمام. طيب، الحاجة التانية بعد ما تشيب your boundaries، challenge. ابدأوا شجعوا نفسكم او اتحدوا نفسكم يا جماعة في ان انتوا تبدأوا تتكلموا.
وابدأي مع ناس قليلة. فعلا ابدأي مع ناس بسيطة. اتحدي نفسك في ان انت تقولي رأيك، اتحدي نفسك في ان انت تقولي حدودك. من غير ما تتحدي نفسك مش هتتحركي من مكانك. افهمي النقطة دي. اتحدي الطباع اللي انت فيها عشان تتغير. يعني انا لما بقولك ممكن طيبتك تخلي زوجك يخونك، فالمطلوب منك تعملي ايه؟ توقفي الطيبة زيادة عن اللزوم. انت بتتحدي نفسك، انت هنا بتتحدي نفسك. الفكرة هنا ان انت لو انت ما بقيتيش تزقي نفسك في اتجاه غير الاتجاه الطبيعي بتاعك، انت مش هتحركي من مكانك. فانت محتاجة ده كويس قوي. طيب، الحاجة التانية، الكايندنس، اللطف. الكايند يا جماعة، خلينا لطفاء كده، خلينا ناس كيوت بقى. لا احنا الاجريسيف اللي احنا على طول بنفضل نزعق وبنفضل الناس عدوانية ممكن تتطاول بالايد او بالكلام، ولا احنا اللي باسف خالص. لكن خلي نوع من الكايندنس موجودة، ودي مش هتيجي غير لما تفهمي حدودك انت كويس قوي وتبدأي تعبري عنها بكل اريحية. وتعبري عنها بأريحية ازاي؟ ان انت تعرفي ان دي حقك الطبيعي اللي انت لازم تدافعي عنه. دي الحياة الطبيعية اللي انت لازم تعيشيها وتدافعي عنها. لازم يبقى فيها نوع من اللطف مع العطاء المتوازن، العطاء اللي بحدود. تمام؟ طيب، رابع حاجة مهمة قوي قوي قوي، هو ان انت تريجين يور فويس. يعني ايه؟ تبدأي تسمعي صوت نفسك، تبدأي تتكلمي وتسمعي صوتك، وتسألي نفسك انت ليه مش عاجبك ده؟ انت ليه عايزة ترسمي الحدود دي؟ ابدأي عبري مع واحدة صاحبتك وقولي لها النقطة. مش مجرد ان انا بعبر يا جماعة اني بتكلم وخلاص، لا، انا بعبر عشان خاطر افهم ليه انا الحتة دي بتوجعني، ليه انا محتاجة هنا فعلا ارسم الحدود، ليه محتاجاها هنا، محتاجة فعلا الحتة دي هرسمها ازاي. تعالي، 1 2 3 وبناخد خطوات. الحاجات دي كلها احنا هنتكلم عليها بعد كده، ما تقلقوش. تمام؟ فلازم الحاجات دي كلها نفهمها. النهاردة مهم جدا ان احنا، النقطة رقم 5، وهقول لكم مهم جدا ان احنا نعمل ايه. خامس حاجة لازم تاخدي فيها خطوة خطوة، في ان انت ما تبقيش واحدة باسيف او واحدة سلبية. هو ان انت عشان تبدأي ترسمي حدودك وتبدأي تتحدي نفسك وتبدأي تدي بحدود وتبدأي تعبري عن ده، لازم يكون عندك زي ما كنت بقولك من شوية صاحبتك، لازم يكون عندك سبورت جروب. هل كل اصحابك ينفعوا؟ لا يا جماعة، والله مش كل اصحابي ينفعوا. تمام؟ فلازم افهم مين اللي تنفع تبقى معايا، ولازم هي دي اللي اشركها معايا في الحدود او في رحلة رسم الحدود. لازم تبقى فاهمة انا ماشية رايحة فين، وهي نفسها فاهمة هي محتاجة ايه. حتى لو كان السبورت جروب ده كوتش انت بتتكلمي معاه وبتقولي له انا الخطوات خدتها 1 2 3 4، وبتمشوا مع بعض خطوة بخطوة عشان تقدروا تفهموا الكلام ده. لكن محتاجين الخمس حاجات دول: ان انت تتعلمي تشيب يور باوندريز، ان انت تبدأي تتشالنج نفسك او تتحدي نفسك في خطوات انت بتاخديها بشكل مختلف عن طبيعتك، وده طبيعي. ان انت تبدأي يكون في نوع من اللطف او العطاء بحدود، ان انت يبقى في ريجين للفويس، تبدأي تتعلمي تعبري عن الكلام اللي جواكي بشكل متزن. تاني، تبدأي تتعبري عن الكلام اللي جواكي بشكل متزن. بعد كده خامس حاجة هي السبورت جروب، اللي هم الناس اللي المفروض يكونوا داعمين ليكي في رحلة رسم الحدود. مهم جدا جدا تعرفيهم، عشان هم دول اللي هيسندوكي وانتي ماشية. تمام؟ اول واحدة يا جماعة shape your boundaries، يعني ارسمي حدودك. دي اول واحدة، shape your boundaries، يعني ارسمي حدودك.
وانا مكتوبه بالشكل ده عشان ده اسم الكورس اللي انا بديه، اللي هو shape your boundaries اصلا. فالكورس ده اللوجو بتاعه، فحبيت احطه لانه فعلا هو بيرسم كل حاجة، او بيعرفك في كل حاجة خطوة بخطوة في رسم الحدود في كل العلاقات اللي موجودة في حياتك. تمام. طيب، آه من الحاجات المهمة جدا جدا ان احنا نعرفها النهاردة، وقبل ما نخلص المحاضرة بتاعتنا النهاردة، في 3 حاجات لازم كلنا نقول لها نو. كلنا بلا استثناء نقول لها نو. حلو. قبل ما هقول ايه اللي المفروض نقوله نو كباسيف بيبول او اجريسيف بيبول، مهم ان انا اعرف ان انا كانت اساس محاضرتي النهارده هو ان انت تعرفي مكانك فين. مكانك فين دلوقتي؟ انت النقطة اللي انت هتنطلقي منها لازم تفهميها كويس قوي. لازم تفهمي انت ليه ما بترديش. لازم تفهمي ليه شايفة ان انت ما تستحقيش. لازم تفهمي انتوا ليه بتبقي حاسة ان اهمية كلام الناس عندك. لازم نفهم ال5 خطوات اللي احنا قلناها دي، ولازم نبدأ نحط ال5 خطوات اللي احنا قلنا ان احنا محتاجينها في في التطبيق. نبدأ نطبقها، نبدأ نعرف احنا المفروض نعملها ازاي على أرض الواقع. تمام. طيب، في 3 حاجات محتاجة ان انتي تقولي لها نو من النهاردة لو سمحتي. ايه هي؟ 1، it's not you. دي هما. يعني ايه؟ او دي المشكلة. يعني مش انتي اللي وحشة، لا، او مش انتي اللي غلط، المشكلة هي اللي غلط. مش it's not you, it's behavior. يعني مش انتي اللي وحشة، التصرف هو اللي وحش او التصرف هو اللي غلط. يعني ما بتفضليش لما تغلطي تأنبي في نفسك وتقولي انا وحشة، انا ما بعرفش، انا لا، انا عملت تصرف وحش. يا جماعة يمكن دي تكون قليلة قوي او شايفينها صغيرة قوي، لكن في الحقيقة دي جامدة جدا. فكرة ان انا افضل الوم نفسي ده اللي بيخلينا لما نيجي نرسم حدود واحنا عارفين ان الحدود دي من حقنا، تلاقينا في الاخر بنقف نقول اصل انا ضميري بيأنبني، اصل انا كده حاسه ان انا بقيت بني ادمه مش كويسه، اصل حاسه ان انا باذي الناس. لا، ده مش انتي، ده التصرف هو اللي كده. فبلاش لما اجي اتصرف مع شخص او شخصيه هي اساسا بتأذيني، فانا بتصرف معاها بحدودي اللي انا رسماها، فترجعي تقولي انا اللي وحشه. ده مش صح. مش صح ومش المفروض ان ده يحصل. تمام. تاني حاجه، it's not your job to make everyone happy. وهكررها كتير. مش وظيفتك ان انت تخلي الناس كلهم سعداء. مش وظيفتك دي. وظيفتك ان انت تكوني سعيدة. وما قلتلكيش تكوني سعيدة على حساب حد تاني، لا، مطلوب منك انك تكوني سعيدة لنفسك وليهم. بس انت مش وظيفتك ان انت تتنازلي في كل مرة عشان هم يكونوا مبسوطين، عشان هم ما يزعلوش، عشان هم ما يتضايقوش، عشان هم. وانا ليه؟ يبقى it's not your job to make everyone happy. مش وظيفتك. افهميها كويس قوي. لازم تقولي لدي نو. تالت حاجة، it's not your problem ان هم يرفضوا الحدود، دي مشكلتهم هم. ان انتي، لان احنا لما بنيجي نرسم الحدود يا جماعة، وهنعرفها في المحاضرات الجاية، لما بنيجي نرسم الحدود بيبقى في مشكلة ان الطرف التاني بيرفض الحدود بتاعتنا. تمام. هنا بقى دايما البنات تيجي تقول لي ايه، ما هم رافضين الحدود خلاص انا مش هحط. لا، هي دي مش مشكلتك انتي، دي مشكلتهم هم اللي يتصرفوا معاها، مش انا اللي اتنازل عن حدودي. في فرق. دي مش مشكلتك ان انتي تتنازلي عن حدودك عشان هم ما يزعلوش او عشان هم اتضايقوا ان انتي رسمتي حدودك، لا. لازم تفهمي النقطة دي كويس قوي. دي مشكلتهم هم، فهم اللي المفروض يتعاملوا معاها، لكن انا تعاملت تماما مع نفسي وتعاملت مع حدودي، وهي دي اللي موجودة بالنسبة لي. تمام. طيب، وفي كمان 3 حاجات انا عايزاكي تكون موجودة معاكي. في 3 حاجات مهمين جدا لازم يكونوا معاكي، وهي البنوتة العسل دي. اول حاجة، ودي مهمة جدا، be responsible.
لازم تكوني مسؤولة عن حياتك. الله يكرمكم، بابا وماما كانوا قاسيين، كانوا بيتصرفوا معانا وحش، كانوا بيخلونا مش ما بنعرفش نتكلم، كانوا دايما بيكبتونا، كانوا دايما بيقولوا لنا مش عارف ايه. بابا وماما هما اللي خلونا كده. ايوه، مش هقولك لا. بابا، ماما، اخواتك، اخوك الكبير، هما اللي خلونا كده. تمام، انا ما عنديش مشكلة ومش هرفض ولا هجادل معاكي في الحتة دي. لكن دلوقتي، في الوقت ده اللي خلاكي تحضري معايا المحاضرة دي، اسمحي لي اقولك ان انت اللي مسؤولة دلوقتي عن حياتك. انت اللي المفروض تتعلمي ازاي تديري حياتك، فمحتاجة ان انت تشيلي مسؤولية حياتك. يعني هو انا اللي مش عايزة اشيل؟ في ناس بتخاف تشيل المسؤولية، وهنعرف بقى في المحاضرات الجاية ليه بتخافي تشيلي المسؤولية، فبتسيبي المسؤولية على الناس، مع الناس التانية، فبالتالي ما بترضيش هما بيتحكموا في حياتك، وترجعي تزعلي ان هما بيتحكموا في حياتك. انت اللي سبتي المسؤولية دي. فلو سمحتي be responsible، انه اي حاجة بتحصل في حياتك دلوقتي انت اللي مسؤولة عنها. وبقولها لك بكل اريحية، اي حاجة بتحصل في حياتك دلوقتي انت اللي مسؤولة عنها. تاني حاجة راحت فين؟ هقول لكم. بي تشالنجر، يعني خليكي شخص متحدي. خدي المواقف، ودي حاجة من الحاجات اللطيفة قوي اللي احنا المفروض هنتعلمها بعد كده، ودايما بنتعلمها او بعلمها للناس في الكورس بتاع شيب يور باوندريز برضه. خليكي خدي المواقف بتحدي. الموقف اللي بيبقى فيه نوع من الابيوز او من الابتزاز العاطفي او الاستنزاف النفسي او التحكم، خلي عندك نوع من التحدي، ان انتي فعلا عندك، عارفين من جوه كده ايه بقى. طيب هو الموقف كده ماشي، تعالي بقى نرسم الحدود اللي احنا اتعلمناها. بجد، عارفين الحتة دي مهمة جدا جدا. لما تنقلي الموقف ده من ان هو موقف موقف وحش وسيء ومش عارفه ايه، لا، لموقف كده فيه تحدي. انا خلاص اتعلمت مثلا مع نهى رسم الحدود، يلا بقى حطي الموقف قدامك وتعالي نطبق الخطوات. بنعمل كذا، بنعمل كذا، نعمل. عارفه اللقطه دي؟ فخلي عندك روح التحدي دي، خلي عندك روح الانطلاقه دي. دي حياتي انا، وانا بتحكم وبديرها زي ما انا عايزه. فبتحسي كده بان انت حريه. بجد لما بتوصلي لرسم الحدود في حياتك، يعني بجد يعني بصوا، انا لما بتكلم اصلا عن الحدود بتبقى واصله معايا اصلا البهجه في الصوت، بتبقى يعني حلوه. تمام. تالت حاجه، بي commitment. committed يعني ايه بي committed؟ خليكي ملتزمه. ومش خليكي ملتزمه، الزمي نفسك بالحدود. الزمي نفسك باللي انت هتاخديه، القرار اللي هتاخديه الزمي نفسك بيه. الزمي نفسك. من الحاجات المهمة جدا ان انت تلزمي نفسك بده، حقيقي. من الحاجات اللي لازم تفهميها ان انت يوم ما تعرفي ترسمي حدودك، مهم جدا ان انت تكوني انت اول واحدة تطبقيها. مهم جدا ان انت تكوني اول واحدة تتمسكي بيها. وزي ما قلت لك، it's not your problem ان هم مش قابلين الحدود. الفكرة انه انتي اللي المفروض تلزمي نفسك بالحدود دي، عشان هم دي مشكلتهم، هم اللي يتصرفوا معاها، مش انا اللي اتصرف فيها. تمام. دي مهم جدا 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 في الحتت اللي زي دي. فالنهارده كان اهم حاجة بالنسبة لي هي فكرة ان انتي تعرفي انتي واقفة فين، وتبدأي تحطي كده تصور لنفسك، احنا المفروض الخطوة الجاية هنبدأ نمشي فيه. انا عرفت نفسي، فالخطوة الجاية هبدأ اعرف الناس اللي قصادي اللي بيتعاملوا معايا بأبيوز او الناس الابيوزر، عشان نبدأ نعرف الناس دي شكلها ايه، ونبدأ نفهمهم كويس قوي، فنبدأ نعرف نتعامل معاهم. ودي المحاضرة الجاية إن شاء الله، اللي هم إيه هي العلامات بتاعت الأشخاص الأبيوزر، اللي نقدر ناخد وندي
تقفي بقى تتشالنج. في واحدة كانت بتقول لي عيدي الجزئين، النقطة التانية اللي هي بي تشالنجر، يعني خليكي شخص متحدي كده، في تحدي في روحك، روح التحدي كده جواكي، ان انت تشوفي الموقف وتبدأي تاخديه على انه موقف فيه تحدي. اه انا خلاص عرفت رسم الحدود، وحلوة قوي، هبدأ ارسم الحدود. نهى قالت واحد نعمل كذا، اتنين نعمل كذا، تلاتة نعمل كذا، ونبدأ نعمل ده. وتالت نقطة كانت ان انت تكوني committed بده، ان انت تكوني بتلزمي نفسك بده. تمام يا جماعة، النقطة دي مهمة جدا 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 جدا. تمام. المحاضرة بتاعت النهاردة انا بحبها جدا، لان هي الاساس اللي احنا بنتكلم فيه، نقطة الانطلاق بتاعتنا.